السماء، ماذا تعرف عنها؟ ومن يدخلها؟ ما معنى كلمة السماء في الكتاب المقدس؟ أسئلة كثيرة تدور بالبال. ما هي الجنة، السماء، الفردوس؟ وأين تكون؟ نرى 3 استخدامات لكلمة السماء. في سفر التكوين نقرأ أن الله له المجد خلق السماوات والأرض، الإصحاح 1 والعدد 1، ويعني بذلك الطبقات العليا من الجو فوق رؤوسنا. وفي السفر نفسه، في سفر التكوين الإصحاح 1 والعدد 17، نرى نفس الكلمة السماء تشير إلى الكون والفلك بالكامل، كل الكون المخلوق من مجرات تسبح في الفضاء، وهذا الكون يخبرنا بمجد وجلال الله كما جاء في المزمور 19 والعدد 1. أما الاستخدام الثالث لكلمة السماء فالمقصود به ملكوت الله الأبدي، أي الجنة، وهذا يتضح في إنجيل يوحنا الإصحاح 6 والعدد 50، وهو المكان الذي يحيا فيه من يعبر إليه للأبد. من الذي يتأهل للسماء؟ يتأهل للدخول إلى هذه السماء، الجنة أو ملكوت الله الأبدي، كل من وضع إيمانه وثقته في الرب يسوع المسيح، تائبا وطالبا غفران ذنوبه على استحقاق فداء المسيح. هذا وعد الله لنا في الإنجيل المقدس الذي نجده في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 والعدد 16. وفي السماء سنجد رجالا ونساء من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، وهذا في سفر رؤيا يوحنا الإصحاح 7 والعدد 9. حالة من يعبر إلى السماء. يذكر لنا بولس الرسول في وصف ما ينتظرون هناك قائلا: ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، وهذا في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 2 والعدد 9. في السماء سيكون هناك سلام أبدي، ونتمتع برؤية المسيح كل حين، كما هو مكتوب في الإنجيل المقدس في سفر رؤيا يوحنا الإصحاح 21 والعددان 3 والرابع. ماذا أفعل كي أذهب إلى السماء؟ تعال للمسيح، انظر إليه وتأمل ما صنعه من أجلك على الصليب، محتملا عقاب ذنوبنا. آمن به فاديا ومخلصا وربا، وتب عن خطاياك فيفتح لك باب السماء لحياة أبدية. مكتوب إن كل من يؤمن به، أي بالمسيح، ينال غفران الذنوب ونعمة الحياة الأبدية، وهذا في سفر أعمال الرسل الإصحاح 10 والعدد 43. هل أنت مستعد لتلبية دعوة المسيح لك كي تقبله في حياتك ليمنحك حياة أفضل؟ قال يسوع: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 10 والعددان 10 والحادي عشر.